الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد ونشاط، يا رب يعجبكم النهارده. تعالوا نعمل بقى السمك الماكريل، برضه هنعمله سنجاري. عملناه قبل كده مقلي، هنشوف النهارده الطريقة الجميلة دي هنعمله ازاي. ماشي يا حبايبي، عشان انا وعدتكم ان احنا هنعمله سنجاري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل تتبيلة جميلة جميلة جميلة. ماشي، معانا توم، معانا فلفل حراق، معانا فلفل قرن الفلفل اللي هي الرومي، والفلفل الحراق والثوم، ومعانا هريسة شطة برضو ضايفينها ليها، ومعانا ايه يا حبايبي، كمون وكزبرة ناشفة وعصير ليمون. بقى ما اقولكش، يعني اهم حاجة عصير الليمون. ماشي يا حبايبي، كده جهزنا التتبيلة اهو. ومعانا طماطم، حلقات طماطم، ومعانا برضو طرنشات بصل. هندهن الصينيه سمن زيت شويه، يعني ايه، اتوصي بالزيت شويه عشان ايه السمك ما يلزقش في قاع الصينيه. ماشي يا حبايبي. هنفرد بقى في قلبها ايه طرنشات البصل، طرنشات الفلفل الرومي، طرنشات الطماطم، وبرده توم برده مهروس في قلبها برده. وهنتبل ده برده كزبره وكمون وشويه فلفل صغيرين. وده السمك يا حبايبي اهو. طبعا السمك مقطعينه نسيت اوريهولكم، متقطع كده يعني متجزل كده 3 حتات كده، هيبان دلوقتي. فانا هتبل السمك اهوت، اهم حاجه الليمون. ماشي، التتبيله دي جميله قوي قوي اهو يا حبايبي. اللي وصل معايا لحد كده يا حبايبي، حطوا لنا كومنت حلو كده ولايك يفرحنا كده وتشجعونا. السمك ده جميل قوي، جربوه يبقى جميل قوي ما شاء الله. ينفع مع رز ابيض، رز احمر، صياديه، يعني ما شاء الله، رز بشعريه، اي حاجه اهو يا حبايبي. والتتبيله اللي هتفضل بقى بحطها على الخلطه اللي تحت كده حوالين السمك. بس انا مش هحمره على الوش ده، انا هحمره على الجنب اللي هو اللي التاني اللي هتشوفوه دلوقتي. وده برضو معايا شبت او كزبره او بقدونس برضو الموجود عندك برضو. هرش كده حواليها كده بقى. هقفل السمكه ليه هحمرها على الجنب التاني، ادخلها الصينيه على الجنب اللي انا بقول لكم مقطعاه ده، عامل لها مشرحاها كده السمكه. ده برضو فلفل احمر برضو رومي، بيدي طعم جميل او ريحه جميله اهو يا حبايبي. السمك زي ما انا قلت لكم عليها هنا لازم تشرحها كده السمكه، والاخر ترش زيت. انا رشيت زيت في الصينيه، هترش زيت فوق وشها عشان تحمر تحمير كويس. بالفرشه بقى تسقط عليها بازازه يكون فيها يعني زيت بسيط كده. الخلطه اللي تحتها دي بتتاكل يا حبايبي، جميله، طعمها حلو قوي، متبله وما شاء الله. وهتاخد طعم السمك التتبيله دي يا حبايبي، هتبقى طعمها جميل. هتتاكل بقى مع رز ابيض، رز بشعريه مع السمك كده، تبقى طعمها جميل قوي. جربوها مش هتندموا، ما شاء الله، اكله جميله والله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطوا كومنت حلو منكم كده يا حبايبي، وشجعونا باللايكات، واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصل لكم مني باذن الله. ايه رايكم في السمك الجميل ده؟ اصل انا وعدتكم ان انت هتعمل معاكم السمك السنجاري. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي.